السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة يا شباب هنحل مع بعض تدريبات الدرس الثالث والرابع من كتاب المعاصر إنجليزي الصف الأول الإعدادي، صفحة 138 و 139. يا ريت يا أبطال ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونقول بسم الله. وما تنسوش بقى تصلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونقول بسم الله. كومبليت ذا فولوينج دايلوج. كمل المحادثة. بيقول لك they are talking about the next school bazaar. هما بيتحدثوا، هو بيكلمك دلوقتي بيقول لك رأس المحادثة بتتكلم عن ايه، وبيقول لك هما بيتحدثوا about the next school، عن المدرسة القديمة، المدرسة القريبة اللي هو ايه، بازار سكول. طيب بيقول لك هنا آية ومريم بيتكلموا، بيقول لك هاي، آية بتقول لك هاي مريم، وات ار يو جوينج تو سيل ات ذا سكول بازار، انت رايحة تبيعي ايه في بازار المدرسة؟ ردت آية قالت لها هاي، ردت مريم قالت لها هاي آية I am going to sell cookies، أنا رايحة عشان أبيع كوكيز. ردت آية قالت لها كوكيز can you make cookies، هل أنت تقدري إنك تصنعي كوكيز؟ ردت قالت لها no but my mom، والدتي أو ماما will help me، بتساعدني make them فيهم. what about you، ماذا عنك؟ ردت آية قالت لها I am going to sell practicals. ردت آية قالت لها I am going to sell practicals. ردت بقى ايه مريم قالت لها what do you sell to make practicals، قالت لها I use colorful، انا بستخدم الوان مبهجة بيتس. طيب ردت قالت لها مريم قالت لها واو I like colorful beads. where do you buy beads، انت بتبيعها فين؟ ردت مريم قالت لها I buy beads from the market، انا ببيعهم في السوبر ماركت. ردت هنا بقى خلاص الدايلوج انتهى. بقول لك هنا read the following then answer the question، اقرأ وجاوب على الأسئلة. فريدة is a very busy، بتكون مشغولة جدا، طالبة student busy، طالبة مجتهدة ومشغولة يعني. she love، هي بتحب تستدي، ان هي تذاكر. and she spend most of her free time، وبتقضي معظم وقتها reading books، في قراءة الكتب. she wants to become a doctor، هي بتريد ان تصبح دكتورة، يبقى هي بتريد تصبح ايه يا شباب؟ دكتورة. so لذلك she studies، هي بتذاكر hard بجد and enjoys، بتستمتع learning new things، بتستمتع بتعلم الأشياء الجديدة. she also enjoy watching videos، هي برضو بتستمتع بمشاهدة الأفلام about science، على العلوم and medicine، العلوم والطب. طيب however فريدة sometimes feel، بعض الأحيان فريدة بتشعر very street from all the studying she wants to relax، هي بتريد ان هي تسترخى. she shared، بتشارك her problem، مشكلتها with جنى، مع صديقتها جنى advised her، جنى نصحتها to have some rest، ان هي تأخذ بعض الراحة and to spend، ان هي تقضي sometimes بعض الوقت يعني with her family، مع العائلة بتاعتها، تسترخي بقى شوية كده من المذاكرة والدراسة والفيديوهات العلمية اللي هي بتشاهدها. فريدة tries to relax، هي بتحاول ان هي تقنع فريدة ان هي تسترخي by spending time، بقضاء الوقت with her family، مع عائلتها. but she doesn't have much time، لكن هي ما عندهاش الوقت الكافي for other activities، الأنشطة الأخرى. طيب بيقول لك هنا choose the correct answer from A, B, C or D، اختار الإجابة الصحيحة من الاختيارات. فريدة watches، بتشاهد videos about إيه؟ هتقول له about science، هي بتشاهد فيديوهات عن العلوم. ما هو قال لك فوق اهيت she watch، بص دايما هيجيب لك السؤال دايما إجابته في القطعة، مش هيجيب لك سؤال إجابته مش في القطعة. أنت أول ما تبص قال لك بص يا بطل كده، لو انت مش عارف تجيبها هتقول له واتشز فيديو، هتجيبها من هنا اهي. فين واتشز فيديو؟ اهي واتشز فيديو، هتاخد الكلمه اللي بعدها. قال لك about science and medicine، فين هنا ساينس وميديسين؟ قال لك ايوه ساينس هنا، يبقى الاجابه رقم بي. طيب ذا اوبسايد، عكس الكلمه اللي هي بيزي بتكون ايه؟ هتقول له فري، حر، خلاص. مشغولة عكسها في فاضية يعني فري. طيب فريدة wants to be، فريدة أرادت أن تصبح إيه؟ هتقول له دكتورز، خلاص. طيب هنا بيقول لك answer the following question what does the underlined word here refer to، بتعود على ايه كلمة here دي؟ هتقول له على فريدة، هي القطعة كلها بتتكلم على مين؟ على فريدة. طيب why do you think، انت ليه بتعتقد ان فريدة sometimes، الأحيان الوقت بتاعها في الستريت؟ هتقول له from all the studying، من كل الدراسة. from all the studying from all the studying. طب how does فريدة try to relax،
ازاي فريدة تحاول ان هي تسترخي؟ هتقول له باي spending time، بقضاء الوقت with her family، مع عائلتها. باي spending time with her family. عظيم. طب يلا بينا. بيقول لك هنا choose the correct answer from A B C or D. طيب do you هتقول له agree، هل انت موافق with my idea or هل انت موافق بالفكرة بتاعتي or you have another opinion، ولا انت عندك رأي تاني؟ يبقى do you agree. احنا كده حلينا صفحة 138، ننتقل لصفحة 139. ما تنساش يا بطل تدعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. بيقول لك هنا they are wearing، هم بيرتدوا، هتقول له ايه؟ jewelry made of، مجوهرات مصنوعة من الذهب، like rings، زي الخواتم كده والعقود، نيكلكس. طيب هنا بيقول لك the math اللي هو الرياضة، the math teacher المدرس الرياضيات asked them، سألهم to do their school project، لأن زر دي عايدة على مين؟ على them، على مدرستهم، يبقى ايه؟ زم. طيب بيقول لك we needed، احنا بنحتاج some beads and a string، وإحبال to make a practice. طب هنا بيقول لك my grandpa اللي هو الأجداد is old بيكون قديم but he usually does sport، لكن هم بيعملوا رياضة، لكن هو بيعمل رياضة. بيقول لك هنا what ingredients اللي هي المكونات do you need to make pizza، ايه هي المكونات اللي انت هتحتاجها عشان تعمل البيتزا؟ هنا هتقول له وي جويند، احنا التحقنا اكلاب بالنادي to learn، عشان نتعلم how to make براكتس. طب هنا بيقول لك spending nice تايم، القضاء وقت ممتع او وقت لطيف on the beach، على الشاطئ، helps us relax، بيساعدنا ان احنا نسترخي. طيب she knows، هي بتعلم a lot about، الكثير عن musical، هتقول له هنا she is a musical expert، هي خبيرة. طيب بيقول لك هنا at، هتقول له ايه؟ break time، وقت الفسحة، we go out، احنا بنخرج بره of classes، بره الفصول، to eat and relax for a while، عشان خاطر ناكل ونسترخي لبعض الوقت. طيب هنا بيقول لك يا شباب complete the sentence، صحح الكلمات اللي بين الأقواس. بيقول لك my best friend give me، يبقى give me ما ينفعش اقول give لا give me، صديقي المفضل اعطاني a nice present، يعني ايه؟ هدية لطيفة. هنا is active، هنا بتكون نشيطة، and she does a lot of exercise، هي بتعمل تمارين كتيرة. how much will they pay for their tickets؟ طيب his mother والدتها، او his mother والدته took him أخدته to the science museum، لمتحف العلوم. طيب هنا يا شباب بيقول لك write a mail، هتقول له هنا from من عادل @yahoo.com إلى عصام @yahoo.com، من عادل لعصام. الموضوع هتقول له ذا سكول بازار، عن بازار المدرسة. هيقول له دير عصام، عزيزي عصام. How are you؟ كيف حالك؟ رد قال له I write، هنا بيكتب له بيقول له I write to tell you، أنا بكتب لك to tell you about my school bazaar، أنا بكتب لك عشان أخبرك عن مزار مدرستنا. It's an interesting place، حيث أنه مكان ممتع أو شيق. You can find a lot of things، يعني أنت تستطيع أن أنت تجد الكثير من الأشياء there، هناك. طيب سارة and سلمى، سارة وسلمى are making beautiful jewelry، سارة وسلمى بيعملوا مجوهرات جميلة جدا. منى is drink home، بتعمل مشروبات من منزل، ميد ليموناد زي عصير ليمون. آية اند سلمى او سما، آية وسما decided to make cupcakes، قرروا ان هم يعملوا cupcakes. they are excited، هم متحمسين، and tries to find the ingredients، وبيحاولوا ان هم يجدوا المكونات عشان يعملوا الوصفات. احنا كده حلينا صفحة 138 و 139. يا ريت يا ابطال ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، كنت متشكرة جدا ليكم. حطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.